طبعا احنا شفنا كمية كتلة بدنية. عارف انت الكتلة البدنية احنا ما شفناش ب2 جنيه ونص كورة، والله ولا بجنيه ونص حتى. انا الشوط الاول حاسس ان هما كانوا نازلين بيتمرنوا. انا مش حاسس ان ده نهائي كاس مصر او ده نهائي عامة، مش لازم أنا اذكر الدولة واذكر الكاس اللي هما بيلعبوا فيه، بس ده نهائي في كاس. انا مش شايف اي حاجة تدل على اللي احنا فيه ده. انا نمت في الشوط الاول يا جدعان. احنا ما لعبناش، مفيش باص. انت متخيل ان عواد الشوط الاول ما وصلوش كوره؟ ده الواد تلج يا جدعان، يعني السعوديه اصلا حر، هو تلج من كتر الحر. اللعيبه ميته حرفيا. ولا كولر يعني، يا كولر انت دماغك حلوه، ليه سايب الملعب يضرب يقلب؟ احنا كسبنا وكل حاجه، بس احنا كنا بنهرتل كولر، احنا كنا بنعبله واديله. دي مش كوره يا جدعان. كهربا قرب يشد في دماغه، مفيش كوره عاوزه توصل له. احنا الزمالك عمل علينا شوط اول يدرس يا جدعان. هما كانوا وحشين برضو بس لعبوا علينا كوره جامده. ليه برضو التغييرات سايبها للدقيقه 75 ولا الدقيقه حاجه و70؟ ليه يا كولر؟ على الاقل لاعب واحد لاعب يغير. مروان عطيه حسيت ان الملعب وقع، مروان عطيه ينزل يشغلك الدنيا شويه، هيباص يمين وشمال. كريم ندفد حسيت ان هو تعبان شويه، خلاص عادي مش لازم. ممكن تخسر تغييره في الشوط الاول في الدقيقه حاجه و30 ينشط الماتش شويه، لكن ما نحسش برتم يا جماعه. ده انا اتكسفت من نفسي لما جوزيه مورينيو بيقول لك انا مش شايف كوره. ابراهيم فايق بيساله طب انت شايف مين اللاعب اللي لفت نظرك في الماتش؟ قال له انا مش شايف لاعب يفرق عن التاني، مفيش لعيب لفت نظري بانه يلعب كوره. انا يعني بيقول لك الملعب كان واقع خالص، كان واقع كوره. انا مش صراحه انا مش عارف ايه اللي حصل وايه الريتم الغريب اللي كان بيتلعب بيه ده. وبرضو الواحد والله مخنوق جدا بسبب ان الكاس ما تلعبش في بلدنا وسط جمهورنا. ليه ما ندخلش الجمهور ده كله في بلدنا ويبقى نص الملعب زمالك ونص الملعب اهلي وفي بلدنا؟ ازاي دولة مش قادرة تأمن استاد ولا قادرة تأمن شوية لعيبة وشوية جمهور؟ اتمنى الامن يراجع نفسه شوية في الموضوع ده، لان الموضوع انا شايفه ان هو مش صعب جدا، لان الكورة لازم تتطور بجد. انتوا شفتوا الفريقين كانوا مخضوضين جدا ازاي من الجمهور. وهارد لك للزمالك، وزعلت جدا منك شيكابالا على اللي انت عملته. مش عارف ليه انت عاوز تاخد اللقطة دايما، يعني مش حاسس الموضوع ان هو حلو انك تاخد اللقطة دايما في كل مباراة. بس هارد لك للزمالك، الف مبروك للنادي الاهلي، بس عايزين نشوف احسن من كده. تغييراتك يا كولر لازم اسرع شويه، مش لازم توصل للدقيقه حاجه و70. كنت مظبوط الدنيا في الدقيقه 60 بتغير التغييرتين الجمال بيغيروا المباراه. ان شاء الله نستنى منكم بطوله افريقيا علشان نقفل بقى الدستة، وان شاء الله خير يعني وربنا يسهل. وعايزين نشوف احسن الفتره الجايه باذن الله. لو عجبك الفيديو ده انزل اعمل سبسكرايب للقناه وفعل الجرس، لايك وكومنت برأيك وقول لي مستوى النادي الاهلي في المباراة كان عامل ازاي او كام في المية. سلام.